مين فينا ما بيحبش الحيوانات؟ كتير مننا اقرب صاحب ليه هو الكلب بتاعه او القطه بتاعته. مين فينا ما كانش نفسه يربي طيور او عامل غايه حمام فوق بيته، او يعمل فينا زي استاذ احمد السقا يجيب حصان ويطير بيه فوق كوبري السويس بدل ما يدفع كارت. وزي ما البني ادمين ما بيفهموا بعض باللغه، فبرضه الحيوانات والنباتات ليها لغه خاصه عشان يقدروا انهم يفهموا بعض ويتواصلوا مع بعض، وبرضه عشان يحذروا بيها بعض لو لزم الامر. ولو فاكر انك لما بتهوهو عشان تقلد الكلب بتاعك او تبسبس عشان تقلد القطه بتاعتك فهم كده فهموك وخلاص بقى احنا كده هنبدا نتناقش مع بعض ونفهم بعض، فسامحني هو كده شايفك اهبل ومش فاهم حاجه ولا انت حتى فاهم حاجه. فتعالى بقى اما احكي لك ونتناقش مع بعض ازاي الحيوانات والنباتات بتتواصل مع بعض، سواء كان بلغه سمعيه او حركيه أو بصرية. عشان أبسط لك المعلومة تعالى الأول أشرح لك كام حاجة. أولها احمد ربك واشكره على نعمة العقل، وعايز أقول لناس بعينها اللي في دماغكم ده ربنا خلقه للتفكير مش عشان تقعد عليه. فالعقل والإدراك ربنا خلقه للإنسان عشان نقدر إن احنا نخلق لبعض لغة نقدر إن احنا نتواصل بيها. زمان كان الإنسان بيستعمل الإشارات والحركات، يعني كل اللغات اللي احنا نعرفها دلوقتي تعتبر اختراع حديث، عمرها يا دوبك كام ألف سنة بس، من وقت ما اختلفت ألسنة الناس من بعد سقوط برج بابل بعد ما كانوا كلهم بيتكلموا لغة واحدة، فبقى عندك لغات كتير للبشر الناس كلها تقدر إنها تتكلم بيها زي عربي وإنجليزي وغيره، نقدر نتكلم عن الموضوع ده في حلقة تانية. أما الحيوان بعقله الصغير وإمكانياته المحدودة فبيعيش حياته بشكل بسيط وعنده طبيعة حذرة وبيعرف بفطرته إيه الحاجة اللي بتفيده وبتضره وما بيتعداش حدوده، فبيقدر ان هو يتكيف مع بيئته. يعني حياة بسيطة ومحدودة، يعني مش محتاج لغة من 40,000 كلمة زي الصيني مثلا، ولا عنده حاجات كتير يرغي فيها، يعني محتاج أكل شرب تكاثر ازاي يحمي نفسه من الحاجات اللي حواليه، واتعشت على كده. عشان كده فكره اللغه عند الحيوانات مختلفه كتير عن مفهوم اللغه عند الانسان. وتعالى بقى اما اضرب لك مثل عشان تقدر تفهم اكتر. انت مثلا عشان ترتبط بالبنت اللي بتحبها محتاج تدخل تكتب لها على الازر، ولو فرضا ردت عليك هتفضلوا تتكلموا في الموبايلات بالخمس والست ساعات، وتجيب لها تليفون جديد في الخطوبه عشان التليفون القديم اشتكى وصدع من رغيكم، وكل ده عشان توصل لها انك عايز ترتبط بيها وتحبها. على عكس حيوان تاني زي الطاووس، انه عشان يعجب طاووسه كل اللي عليه ان هو يعمله ان هو يفرد جناحه، ولو عجبها هتتجوزه. بس خلصت على كده. شفت الطاووس ما هلكش وقت زيك ازاي. وغير الطاووس فكل حيوان ليه طريقه للتواصل بينه وبين جنسه. فالنحل مثلا بيفرز روايح يقدر يفهم بيها التواصل ما بينه وما بين التاني. اللمس مثلا لغه تواصل عند النمله. الالوان مثلا لغه تواصل عند الطيور، فكل لون وليه معنى. وفي مثلا نوع من القرود عشان يتواصل مع التاني فبيعمل صوت زي التجشؤ واظن يعني انت فاهم المعنى مش محتاج اشرح. عكس الارانب اللي بيخبط على الارض جامد جدا عشان يحذر من خطر جاي عليه. ومش بس الحركات والاشارات، ده في حتى حيوانات ليها لغه صوتيه، حسب دراسه نشرتها رويال سوسايتي بابليشنج البريطانيه. وحسب دراسه قام بيها باحثين في هولندا وبريطانيا والمانيا قدروا ان هم يوصلوا لمجموعه من الفئل اللي بتتواصل مع بعض باصوات طويله وحاده. وبرضه في مجموعه من الحيتان بتتواصل مع بعض عن طريق اصوات ذو تردد عالي، وبيوصل الرد من الفصيله الثانيه من الحيتان في خلال ثانيتين بس من الصوت الاول. شايف القدره؟ ثانيتين من الصوت الاول، ده كله بسبب التردد. لكن برضه مع كل الانسان والتقدم اللي قدر يوصل له ده مفيش لغه تواصل ما بين الانسان والحيوان. فحاول مثلا البشر مع حيوانات كتير ان هم يفهموهم لغه البشر، وده مثلا حصل في الثمانينات في حديقه سان فرانسيسكو في امريكا مع الغوريلا كوكو، واللي حاولوا يعلموها حوالي 2000 كلمه من كلمات البشر في حوالي 40 سنه، وكانت بتقدر تردده فعلا. وهنا الناس فرحت وقالوا خلاص احنا كده قدرنا نفهم الحيوانات لغه البشر، وخلاص احنا كده بالطريقه دي هنبدا ان احنا نفهم الحيوانات والحيوانات هتفهمنا. لكن الحقيقه ان بعد ما اظهرت كوكو ذكاء في فهم لغه الاشاره، ولو على الصحافه فالصحافه قعدت تتكلم عنها وتشهرها، ولو كوكو مثلا عندها انستجرام دلوقتي كان عندها مثلا 50 مليون فولو. لكن في الحقيقه اتضح ان كوكو حافظه مش فاهمه. فهي في الحقيقه قادره تردد كلام البشر لكن مش قادره تفهمه ولا تتواصل معاهم. عامل بالظبط لما يكون عندك طفل بتحفظه كام كلمه بيرددهم بس هو مش فاهم معناهم، غير ان الكلمه دي هتجيب له اكل او شرب وخلاص. وفشلت المحاوله في ربط عالم الانسان بالحيوان. وهنا احنا خلصنا كلامنا عن الحيوانات، وتعالى اما ندخل نتكلم عن النباتات. ولو مستغرب ازاي الحيوانات بتقدر انها تتكلم وتفهم بعض فاستنى، ده لسه هقول لك النباتات والشجر بيتكلموا وبيتواصلوا مع بعض، اللي لا عندهم ودن ولا لسان يتكلموا بيه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك مش انا اللي بقول لك، ده اندريا كيسلر استاذ علم البيئه والاحياء هو اللي بيقول، وده دكتور في كليه العلوم جامعه كورنيل الامريكيه، ومعاه فريق باحثين قدروا ان هم يدرسوا ويتوصلوا للمعلومات دي في خلال 12 سنه.
عشان يوصلوا لمعلومة ان النباتات عندها وسيلة كيميائية عشان يقدروا يتواصلوا بيها مع بعض. البحث اللي استمر سنين واستمر على اكتر من مجموعة من النباتات والزهور عشان يقدروا يفهموا النباتات دي بتفهم بعض ازاي. اكتشفوا ان هم عندهم وسيلة بيقدروا ان هم يحذروا بيها بعض ويبعتوا لبعض رسائل استغاثة ومعلومات على شكل مواد كيميائية بتطير بينهم وبين بعض اسمها المركبات العضوية المتطايرة. ورغم ان النباتات والزهور بتكون روائحهم مختلفة عن بعض الا انها لما بتتعرض لهجوم عن طريق الخنافس والحشرات فالمواد العضوية المتطايرة دي بتبقى تقريبا ريحتها زي بعض، والريحة دي بتطير زي الرصاص بين نبات والتاني، فيعرفوا ان الهجوم قرب يوصل عليهم هم كمان، ويتنقل المركب العضوي من نبات للتاني فالكل يفهم ان في خطر قرب عليه. وليهم طريقتين للتعامل. الطريقة الاولى وهي ان النبات بيفرز ريحة بتخلي حيوان معين يجي بياكل الخنفسة او الحشرة اللي مهددة للنبات ده، او ان النبات ده يقفل اوراقه ويحمي نفسه. وبنفس الطريقة اللي بتتواصل بيها النباتات مع بعض الاشجار برضو بتتواصل مع بعض بطرق تانية، فبتفرز من ورقها مادة عطرية بتتنقل بين الشجر والشجر عن طريق الهواء عشان تحذر من هجوم الحشرات، ومش بس من فوق الارض كمان من تحت الارض. فكل شجره ليها حدود في التربه بتاعتها وماده الجذور بتاعتها فيها، فما ينفعش شجره تانية تيجي تاخد مكانها. فلما جذور شجره بتقرب من جذور شجره تانية او من حدود شجره تانية بتفرز لها مواد كده شبه الاشارات الكهربائيه، ومواد كيميائيه بتعرفها ان المكان ده خاص بيها وما ينفعش تقرب لها. ودي كانت معلومات قدرنا ان احنا نلخصها لكم عن ازاي الحيوانات والشجر والنباتات بيتواصلوا مع بعض. وعايزك تحط في اعتبارك ان لحد دلوقتي العلماء والباحثين والدارسين بيحاولوا يعرفوا اكتر وما عرفوش غير تقريبا 1% من ازاي الحيوانات والنباتات دي بتتواصل مع بعض. عرفوا قشور صغيرة وما يسعنا غير اننا نقول سبحان الله. واكيد ان ربنا ليه حكمة ان الانسان ما يفهمش لغة الحيوان والحيوان ما يفهمش لغة الانسان. وخلي بالك في قصص هحكيها لك قدام ان في ناس قدرت تفهم لغة الحيوانات، ودي هبة من ربنا مش بيديها لأي حد من عباده. فعندك مثلا سيدنا ونبي الله سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ختمنا كلامنا بالآية الكريمة، والحلقة دي بتعلمنا حاجة صغيرة جدا ألا وهي سبحان الله والحمد لله على نعمه، ومهما أوتينا من العلم لم نؤت إلا قليلا. لو عايز تعرف معلومات تانية ممكن تشوف الحلقات اللي فاتت، تنزل تبص على المصادر، واعرف ان احنا عاملين حلقات جاية حلوة. فلو انت موجود تقدر تشترك في القناة وشجعنا، عشان احنا بنتعب كتير في الحلقات عشان نقدم لك معلومة انت ما سمعتهاش قبل كده او حتى معلومة تفيدك. تعالوا الحلقة الجاية.